ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه، انا اسمي سوسنة. لايك وشير وسبسكرايب. يلا نبدا الفيديو. انا وعدتكم ان احنا هنعمل ورق عنب، وادي اهو. بس معلش اخذ معي وقت يعني لغايه لما انا قررت ان انا اعمله، لان هو بياخد وقت في اللفه بصراحه. بس يعني في الشتاء ده الواحد بيحب يعمل محاشي وكده. فها زي ما شايفه ولا واحده مسكت في الحله، والرز مفلفل واللحمه طايبه. فاتمنى الفيديو يعجبك. عايزين كده يا ستي 600 جرام 650 جرام من اللحمه، ويكون فيها فات كويس. يعني دي 10 من الفات من الدسم بتاعها 10%. وعايزه رز مصري. انا ما عنديش، انا يعني بالنظر كده. ملعقه كبيره زيت، ملعقه كبيره سمنه، ملعقه صغيره فلفل اسود، ملعقه صغيره قرفه، ملعقه كبيره دبس رمان، ملعقه ونص صغيره من 7 بهارات. الملح حطي ملعقه صغيره وشوفي بعد كده. ونص ملعقه نص عصير ليمون، تمام، يعني نص الليمونه. فنخلط كده مع بعض. وبعد كده نجيب الورق بتاعنا. طبعا انا الورق بيكون في قزازه كده، فانا بصفي الميه وبروح اغلي ميه في البوتاجاز عشان اطلع المواد الحافظه. فبغسله غسله حلوه بالميه السخنه، تمام. فممكن برضو تعمليه في الفرن برضو، وتعمليه بالحلة عادي. ممكن تجيبي ريش وتحطي فيها حتة فلفل وملح وتشوحيها كده وتحطيها من تحت، يعني بدل الخضار. أو ممكن تحطي ورق عنب. بس أنا هحط خضار، بس عندي بطاطس، وعندي حطيت شوية زيت كده وبصل، وقطعت برضو التوم طرنشات عشان هحطه في ورق العنب. يعني هتشوفي معي بعد كده. هرصي ورق العنب. فانا هديه في الاول يغلي معايا، واول ما يغلي معايا هوطي النار. يعني هو هياخد على ساعتين كده، ما هياخدش وقت كتير يعني. بس انتي ممكن بعد ساعة ونص اعملي، طلعي واحدة. شوفي زي ما قلت لك كده، هو ده التوم انا قطعته كده بيدي طعم حلو. فبدل ما تحط راس كبيرة، فدي على راحتك. ممكن تحط راس كبيرة في النص، ويا تقطعي كده بالطريقة دي. وده الورق اللي كنت حاجه كان مقطع، ما هينفعش للحشو. فحطيته كده، وهجيب طبق واحطه عشان احط الشوربة بتاع المرقة بتاعت المهم عايزين ليمونة كبيرة، عصير ليمون كويس، مية. عايزين فلفل، ربع ملعقة من الفلفل الاسود، وهي ربع ملعقة من 7 بهارات. ممكن تستغنى عن 7 بهارات، والملح وانت ظبط الملح. وملعقة صغيرة من النعناع المجفف، بيدي طعم حلو. فادي كده هقلبه كويس، وانا ظبطت الملح بتاعه. ولو تحب ان هو يكون مزز زيادة، يعني ممكن تحطي ليمونة ونص. بس انا كده بالنسبة لي كويس خالص، ما بحبش الحاجة مززة. فحطيته كده زي ما شفتي. الصحن بيخلي ان هو ما بيطلعش. فاول ما غلى معايا وطيته زي ما قلت لك، يعني اخد حوالي ساعتين معايا. بس انت ممكن بعد ساعة ونص جربي. فكان حلو شديد. وفي الشتاء ده الواحد بيحب ياكل محاشي وكده. كان ريحته خطيرة، وصح ما كانش فيه صوص كتير، بس كله طاب. والرز كان مفلفل، واللحمة طابت، والبهارات يعني مظبوطة، كل حاجة، والملح مظبوط، حتى الليمون زي ما شايفة معاي كده. وادي ده الفيديو بتاعي. لو عجبك الفيديو لايك وشير.